صباح العسل. ربنا يجعل كل ايامكم جميله. جارتي امبارح كانت قاعده معايا، فبقول لها ايه رايك تيجي نتغدى مع بعض؟ فقالت لي انت عندك ايه؟ قلت لها عندي كذا كذا كذا، وكان من ضمنهم رز بالشعريه. قالت لي الله، طيب انا هطلب منك طلب، ينفع وانا ماشيه من عندك اخد شويه رز بالشعريه؟ قلت لها اه طبعا ينفع، ايه المشكله؟ بس يعني انت مش عايزه تاخدي كذا من عندي؟ ما في كذا كذا، وممكن اديكي كمان حاجات تكفيكي للعشاء ومش عارف ايه قالت لي لا اصل ده انا ما بعرفش اعمله. على فكره انا احترمتها جدا، دي واحده بتقول ما اعرفش، ما فاتتش بقى وقعدت تقول لك حط شويه كمون على شويه قرفه وحط التاتش بتاعي وانا خبيره زماني. هي اتكلمت عن اكله بسيطه جدا اي حد بيعرف يعملها، هي قالت لك انا ما بعرفش اعمله. بيطلع مش بعرف اظبط النسبه، يا اما الشعريه تزيد مني واحس ان هو كده. كل ده يحترم. طب انا ليه بحكي لكم حكايه جارتي دي؟ يا جماعة مش أي حد يكون في حاجة معينة في الحياة يكون هو ما بيفهمش فيها يقول أنا بفهم، ولا تطلبوا من حد ما يعرفش يقول إنه بيعرف. اللي بيحصل الفترة اللي فاتت دي حاجة غريبة جدا. احنا بنجبر الناس إجبار إن انت تطلع تتكلم في حاجة انت ما تعرفوش أو ما بتفهمش فيها. من كام شهر كده أو يمكن من سنة يعني، برنامج صاحبة السعادة، أنا من البرامج اللي بحب ساعات أتفرج عليها عشان إسعاد يونس من الممثلات اللي أنا أو الفنانات يعني اللي أنا بصراحة برضو بحترمها وبحب أسلوبها وطريقتها وبتبقى لطيفة مع الضيوف بتوعها. عملت مقابلة مع محمد صلاح اللاعب الكورة. أنا كان عندي انطباع عن الموضوع ده، بس طبعا أنا لا بعلق على الحاجات دي ولا كده، يعني دي حاجة ما تعبش الراجل. أنا حسيت إن هو مش بيعرف يتكلم. يعني هي حتى بتحاول تسحب الكلام منه، فتيجي تكلمه في اي حاجة عن الاكل، الاكلات اللي بيحبها، عن التعامل بينه وبين اللي في البيت وبنته، فيعني تبص تلاقي ما عندوش ردود حتى يعني يفتح بيها حوار. يعني هي اللي بقت تقول له ايه كذا، هي اللي تقول الجملة عشان هو حتى يقول اه او لا. فانا فهمت ان هو واحد من الناس، وعلى فكرة مش عيب الناس دي، ده كل واحد ليه طريقته واسلوبه في الحياة. هو ما بيعرفش يتكلم كتير وما بيعرفش يتكلم في حاجة تقريبا غير الكورة. يعني تسأله عن الحياة الشخصية، تسأله عن تعامله مع البنات، تسأله عن الكلام ده كله مش عارف. دي حاجة ما تعبوش، عملتوله بوش انه يطلع يقول كلام ما عجبوش. فين محمد صلاح؟ ما تكلمش في القضية ليه؟ ما عملش كده ليه؟ شوية. هو فين تبرعاته؟ طب ما يا جماعة ما يمكن هو بيتبرع وما بيقولش لحد. هو مش لازم يكون اللي بيتبرع يتبرع بالعلن. انا مش لازم لما اتبرع او اعمل عمل خير او اساعد اي انسان على وجه الكرة الارضية اطلع اعمل فيديو واقول يا جماعة يا جماعة سامعيني، يا منيازي سامعيني، انا عملت كذا كذا كذا. لا، هو حر. هو ممكن يكون بيتبرع ومش عايز يقول، وممكن يكون الطريقة بتاعته دي عند ربنا أفضل بكتير من اللي بيطلعوا يتباهوا ويتفاخروا وبيقولوا حوارات كتير. ليه بتبوشوا الناس إن هم يتكلموا في حاجات هم ما بيفهموش فيها؟ لما طلع بقى يتكلم عن الموضوع، الكلام طبعا ما عجبش الناس. الراجل ده ممكن يكون عنده مشكلة إن هو مش بيعرف يعبر عن الحاجة اللي جواه، أو مش بيعرف يقول، أو رافض يتكلم. وأيا كان موقفه إيه هو حر، هو ما أذاش حد، هو حد في حاله. بطلوا تطلعوا تبوشوا الناس ان يقولوا كلام مش المفروض يقولوه، والكلام ده بيقلل منهم مش بيعليهم. يعني فلتقل خيرا او لتصمت. الراجل كان عايز يصمت، احنا بقى نخور ونقعد نلف وندور عشان خاطر نخلي الراجل يتكلم بالعافية. اتكلم، ارتحتوا، عجبكم الكلام، طيب تصبحوا على خير بقى. كفاية كده، كفاية كده عشان الناس اللي احنا بنحترمهم وبنحبهم ما يتحطوش في مواقف ان احنا فعلا نكرههم. ما تخلوش حد يتكلم غصب عنه،
ما تخليش حد يفتي في حاجة هو مش فاهم فيها. واحد بيلعب كورة هو مش فاهم سياسة ومش فاهم اي حاجة، طبعا هو الاحداث اللي بتحصل دي العيل الصغير فاهمها، بس معلش، في ناس تحب تتكلم في المواضيع دي وفي ناس تحب تكبر دماغها. خدوا بالكم. وشكرا.